تعالوا النهارده نعمل ريفيو عن خلطة جديدة للكبدة من شيفي ماكس. انا اعتمدت الشركة دي. المهم، انا طبعا كنت بحب جدا خلطة اللي كنت بجيبها قبل المقاطعة للكبدة، وكنت بعملها بيها وكان طعمها لذيذ جدا. فتعالوا بقى نشوف دي حلوة ولا اي كلام. دي الكبدة اللي هي الاسكندراني، او الكبدة اللي هي بتتشوح بالزبدة والثوم، او الكبدة اللي هي بالردة. يعني هي مكوناتها تنفع لأي نوع منهم يعني. تمام، انا هعمل بيها دلوقتي كبدة، وبعدين لما اخلص هقول لكم بالظبط هي حلوة ولا مش حلوة. دي سعرها استنى افتكر 8 جنيه. 8 جنيه. هي عموما معظم الخلطات اللي من الشركة دي سعرها 8 جنيه. 8 جنيه يا جماعة، عشان انا من زمان يعني من فترة كده جبت خلطة من نفس الماركة دي. الراجل اداها لي ب 12 جنيه، وهو الراجل ده هو اللي كان حرامي. حرامي بكل تأكد يعني، لان انا بعد كده جبتها من كذا مكان وكانت سعرها 8 جنيه. يبقى هو اللي حرامي، فخدوا بالكم. لو لقيتوها اكتر من 8 جنيه ما تشتروهاش، تشوفوا حد تاني. بس هجربها بقى واقول لكم على طول التجربة طلعت ايه. طيب يا جماعة، الخلطة طلعت حلوة جدا جدا جدا، بجد حلوة قوي. الحمد لله ان انا لقيت خلطة للكبدة زي اللي كنت بجيبها قبل المقاطعة وترضيني وتبقى حلوة كده، لان بجد بتفرق قوي في طعم الكبدة، بتفرق بجد. جربوها هتحسوا ايه ده يعني، توديها في حتة تانية، تخليها طعمها كده ولو طعمها مختلف عن اي حاجة تانية. فجربوها. بصوا، لو عايزين الطريقه قبل كده كنت عملت معاكم، هسيب لكم لينك الفيديو تحت. وبس هقول لكم على تركه برضو للكبده: زودوا الزيت وانتوا بتعملوا الكبده، عشان هي روحها في الزيت هتخليها اطرى واحلى بكتير. والتتبيله بتفضوها على الكبده. الكميه دي كانت لنص كيلو من الكبده، اللي هي الكبده اللي هي الصغننه دي بتاعت السندوتشات. تمام، نص كيلو كان الكيس ده عليها طعم ظاهر جدا. وعايزين ما تعملوش الكيس كله، تمام براحتكم، بس الخلطه دي مع النص كيلو بتدي الطعم المطلوب، بتبقى حلوه قوي قوي قوي. جربوها، ان شاء الله تعجبكم. دي كان سعرها 8 جنيه، قلت لكم في اول الفيديو. وبس اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وريفيو جديد. وما تنسوش تشتركوا عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.